سفر رفقة اسم سطع في سماء مدينة مشرع بالقصير، ورحلة تقربنا من أسماء خلقت التميز. صوت من المشرع، مساحة لتسليط الضوء على تجربة من تجارب الحياة والإبداع، وجسر لاستعادة شريط ماضي مدينة مشرع بالقصير. صوت من المشرع، برنامج تلتقون معه على أثير وشاشة قناة أصوات أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام أوفياء قناة أصوات بالقصير في هذا اللقاء الخاص الذي نجريه مع الكاتب والصحفي طلحة جبريل على خلفية استضافته مساء اليوم من طرف جمعية نجم أحمر للتربية والثقافة والرياضة والتنمية الاجتماعية بمدينة مشرع بالقصير في لقاء حول الشبكات الاجتماعية ما لها وما عليها. ونحن نستعد مع سي طلحة، وقبل وجبة الإفطار استهوتنا كثير من الأمور متعلقة بشخصية السي طلحة جبريل، ونقاش كان مستفيضا حول مجموعة من المجالات. فمن هنا جاء هذا اللقاء بدون سابق إعلان، عفوي تلقائي، وأردنا أن نتقاسم معكم مشاهدي الكرام مجموعة من الجوانب المتعلقة بشخصية سي طلحة جبريل. أول سؤال سي طلحة جبريل، يعني كانت لك انطباعات إيجابية وفرحة أنك تأتي إلى مدينة مشرع بالقصير، لمسنا ذلك من خلال الحديث معك سي طلحة. نعم، أنا في الحقيقة يعني سعيد جدا أن أكون في هذه المدينة. لماذا؟ أريد أن أكتشف هذه المدينة، وبالتالي هذه الحاسة الصحفية أريد أن أكتشف هذه المدينة، وخاصة أنه بكل موضوعية استقبلته استقبال يعني بالنسبة لي فيه كان تقدير كبير، وهذه مسألة يعني أقدرها تماما. توقفت مرة واحدة بسبب عطل القطار في هذه المدينة، ولمست صراحة الأعماق الرائعة، الأعماق الجميلة لأهل هذه المدينة في خلال نقاشات يعني كلام دردشة. فهذا حفزني ويحفزني فعلا في أن أكتشف هذه المدينة، فأنا سعيد في هذا السياق. اسمح لي على المقاطعة السياق. لا تفضل. لك تدوينة في هذا الإطار قلت بالحرف مشرع بالقصير، سحرتني بساطة البادية واتساعها، أناس بضيافتهم سخية، قلوب طيبة، يعني إلى آخر. ما الذي استهواك أن تكتب حتى أن تكتب هذه التدوينة في حق أبناء وبنات مدينة مشرع بالقصير؟ أنا أعتقد بأن الطريقة التي يعني تحدثوا معي فيها واستقبلوني بها من حسن الحظ أنه كانوا بكل موضوعية يعني يعرفوني كاسم وشيء من، وبالتالي كان نوع من الاحتفاء. وهذه منطقة بعيدة. يعني أنا لم أزورها من قبل أو شيء من هذا، كانت تلك الزيارة التي ذكرت. وفي نفس الوقت كان هناك مسألة يعني أيضا لها يعني تأثير. كانت عندي طالبة من طالباتي من مشرع بالقصير، ودائما يعني ندردش في هذا الموضوع هذا. سي طلحة، أنت فعلا كاتب وصحفي سوداني، ولكن طال مقامك بالمغرب حتى أصبحت مغربيا. حدثنا عن ظروف مجيئك إلى المغرب، وكيف أصبحت يعني مغربيا. أنا قبل أن وأنا في اتصالات معك تحضير هذا اللقاء هذا لجمعية نجم أحمر، اكتشفت أنك تجيد اللغة الدارجة، واكتشفت أنك تعرف يعني أمور كثيرة عن المغرب.
المغرب يعني، وكأنك مغربي سي طلحة. بارك الله فيك، شكرا. يعني كيف جاء مجيئك، ظروف مجيئك للمغرب، وكيف يعني أصبحت مغربيا هكذا؟ أنا أقول لك بالأمر كالتالي. أنا كنت أعمل نجار في إحدى المؤسسات. نجار. خرجت من التكوين المهني بمهنة نجارة وذهبت نجار. كانوا يسموه ديك ساعة تلميذ نجار، لأني يلا بديت وسني صغير، فتسموه تلميذ ففي يوم من الأيام حدثت لي واقعة أنه كنا قرب طالبات يدرسون وكذا، فتكلمنا معهم وقلنا عبارة، أنا وكان معي ابن عمي، عبارة غزل، ولكن غزل بلطيف. فإحدى الطالبات قالت بأنه أولا بأنه أنتم لا أحد يحترمكم ولا مهنتكم، لأنكم تدخلوا البيوت وتصلح هذا الدولاب ولا تصلح هذا الباب ولا هذا الشيء، والنساء لا يكترث بوجودكم وعدم وجودكم. فأنا التفت إلى ابن عمي وقلت له بأنه يبدو بأن فعلا هذه المهنة تتطلب، وقررت أن أتابع دراستي مسائيا. كان تحفيز هذا. إلى القصة طويلة، إلى أن امتحنت الشهادة السنوية اللي هي البكالوريا، ونجحت بنسبة عالية جدا، وهذه النسبة أهلتني لاستفادة من منح في أربعة أقطار، في مصر، في العراق، في تركيا، في المغرب. في المغرب. فأنا أتذكر قلت موظف وزارة التعليم العالي، قلت له بأن أبعد بلد من هنا هو المغرب، لأن طبعا درسنا الجغرافيا. فأنا أريد أن أذهب بعيدا من هذه البلد التي لم تحترمني ولم تحترم مهنتي وكذا. فكان هذا هو سبب المجيء إلى المغرب. بعد ذلك هذه الدراسة، أنا درست في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط. بعدها بقيت لأنه لماذا؟ كنت رئيس اتحاد طلبة السودانيين، وقطعوا منحتي بسبب موقف سياسي، كنت ضد نظام نميري، فاضطريت أنني نعمل، فعملت كانت في الصحيفة في مسير الخضراء كمترجم. وبعد ذلك هذه قادتني إلى الصحافة، فأصبحت محرر في صحيفة العالم، وسار بي المسار إلى الآن. فيما يتعلق بالهوية أقول بكل موضوعية، أنا عندي تعبير استعملته وكتبته، قلت بأنه السودان وطني والوطن لا يخون، والمغرب بلدي والبلد يحنو. هذه أنا بالنسبة لي المغرب هو بلدي. هو بلدك يعني. لا أقول الثاني، أقول هو بلدي. بلدي. سي طلحة، عرفت أنك بدأت الصحافة في جريدة العالم على ما أظن. نعم. حدثنا عن بدايتك الصحفية ومع من اشتغلت في البداية. نعم، أنا في الحقيقة كنت أترجم لهذه الصحيفة اللي هي المسيرة الخضراء، توقفت، فلفتت انتباه الأشياء اللي ترجمها وفي بعض الأحيان يكتبها بالقطعة. لفتت تلك المواد انتباه أستاذي الله يرحمه عبد الجبار السحيمي، سأل عني، فقالوا له هذا طالب سوداني ما يزال يتابع دراسته في كلية الآداب، من ذيك الساعة كنت في السنة الثالثة منتقل إلى السنة الرابعة، فبالتالي يعني يحاول أن يؤمن لنفسه مداخيل، لأنه قطعت عنه المنحة لسبب سياسي. فقال له، طلب من حد، قل له أريد أن أراه. فمشيت عنده فعلا، بعد عدة مرات لم أجده، ولكن في المرة اللي وجدته، أهلا بخير كذا، ما الحوار الذي دار بيني وبينه، قال لي أنا بغي أسألك سؤال وتجاوبني. قلت له نعم. قال لي هل تنضم إلى صحيفة العالم كمحرر؟ نعم. قلت له الجواب نعم. انتهى النقاش. وفعلا أصبحت محررا. ففي يوم من الأيام بعد سنتين تقريبا جاء عندي السي محمد العربي المساري، وهو أيضا أستاذي، قال لي صراحة في صحيفة صدرت في لندن، وطلبوا مني أن أرشح لهم صحفي. أنا اقترحتك أنت، لأنك أنت أولا محايد، لأن صحيفة العالم صحيفة حزبية، وستكون أنا متيقن بأنه في أدائك يعني هذه الحياد والموضوعية. قلت له بديت العمل بالقطعة في الشرق الأوسط. مرت تقريبا 2 أو 3 شهور، اتصل بي جهاد الخازن ورئيس التحرير آنذاك، قال لي لا، نحن نريدكم متفرغ.
وهي هذه المسيرة التي استمرت سنوات. سي طلحة، الأمس طلبت منك إذا صح التعبير نهج السيرة حتى نستعين به في تقديمك للحضور الكريم، ويعني أثارني شيء مهم، وأنك رفضت الاستبزار في السودان مرتين. حدثنا على هذه المسألة، وهذه مسألة نادرة أنه الإنسان يرفض يكون وزير. أنا أولا هذه السيرة الذاتية التي اقتطفت لك منها كتبتها واحد إيطالية مغربية، صحفية الأب ديالها أنا دوبريتشي، لابد أن أتذكرها، هي اللي كتب، وكانت جات واشنطن وكتبت هذه البورتري. طيب، فيما يتعلق الوزارة عرضت علي مرتين. عرضها لي في الحقيقة الصادق المهدي في حكم ديمقراطي، ووافقت، ولكن كانت قبل 3 شهور من الانقلاب الذي سينفذه الإسلاميون مع عمر البشير. فأنا طلبت منه مهلة، قلت له امشي رتب أموري في المغرب وكذا وكذا. فمن بعد حتى قلت الله رحمة الله عليه الصادق المهدي، قلت له بأنه لو كنت أنا قبلت كنت الآن في السجن، لأنه اعتقلوا جميع الوزراء. هذه الأولى. المرة التي رفضت كان في عهد نميري، فقلت بأن كيف واحد يعني أنا قطع منحتي وكان مطلوب للمحكمة وكذا يقترحني وزير، فأنا لا أعمل معه. مش من حقيبة كانوا مهيئ لك الإعلام، كان الإعلام الخارجي. طيب، في هذه الثانية في عهد بعد قيام الثورة، أصبح عبد الله حمدوك رئيس حكومة، وأنا ذهبت إلى السودان هناك، فاقترح علي وزير. فقلت له طيب، أنا ما هذا الآن نظام ديمقراطي، ويفترض أن نذهب إلى صناديق الاقتراع وكذا، أمام من سأؤدي القسم عفوا، أمام سأؤدي القسم، وهو فعلا خدم. فماذا قال لي؟ قال لي طبعا إما عبد الفتاح البرهان الذي هو رئيس مجلس العسكري، أو نائبه حمدان دقلو اللي هو حميتي الذي هو يتقاتل معه. قلت له يا دكتور، هل تقبل لي بأن أنا أؤدي القسم أمام 2 مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية؟ ولا شريفك. وفعلا يعني لنتصور لو كنت أديت القسم في ذلك الوقت وحدث الذي حدث الآن في السودان. فبالتالي يعني الحدث هو الذي جعلني ابتعد عن هذه المناطق. ما زلت تمشي للسودان؟ لا الان لا. يعني الان مده تقريبا مشيت للسودان. انا مشيت السودان بعد قيام الثوره في ابريل 2019، وبعد ذلك رجعت، لكن عرفت بانه سيتربصون بي، باننا انا ضد هذا ضد هذا النظام العسكري، وضد الحرب، وضد كل شيء. وما زال الاهل في السودان، اهل الاسره؟ لا، انا بالنسبه لي اسرتي يعني تعرضت منازلهم في الخرطوم للنهب، ومنزل ابي في الخرطوم. فطبعا اضطروا للهجره. فهناك اللي هاجر الى مصر، هناك اللي هاجر الى الامارات، هناك اللي هاجر الى قطر، دول الخليج. العائله كلها الان مهاجره. واذا طلبت منك تعليق على الاحداث الان في السودان، ماذا يجري الان في السودان؟ انا اقول لك يعني الناس لم يفهموا. بعد قيام الثورة ضد نظام عمر البشير وسقط النظام في أبريل 2019، لم يكن يفترض أن يقبلوا بعسكريين في قيادة الدولة، اللي هو ما نسميه مجلس السيادة، اللي هي رئاسة الدولة. وحذرت من ذلك في حوارات تلفزيوني وحوارات صحفي. فإضافة إلى ذلك جابوا هذه الميليشيات اللي ما يسمى بالدعم السريع. هذا الرجل حميتي كان دوره بأنه يبيد القبائل العربية في دارفور في أثناء دارفور. فالآن نحن دخلنا لأسوأ نظام في تاريخ السودان بالتأكيد. وللأسف المجتمع الدولي، سواء كان على المستوى الإقليمي والمجتمع الدولي، يتفرج في شعب الآن 26 مليون جائع، وهو سلة غذاء العالم، في عمليات انتهاكات، في عمليات اغتصاب، في كل المصائب الآن يعاني. سي طلحة، قبل أن نعود إلى المغرب وعلاقتك بالمغرب، أيضا أثارني الأمس وأنت تقدم لنا معلومات عن شخصك الكريم سي طلحة، علاقتك الكبيرة مع اللواء الراحل طيب صالح. حدثنا عن هذه العلاقة مع هذا الاسم الكبير، الأديب واللوائي طيب صالح. نعم، أنا في الحقيقة أولا يعني تشرفت بمعرفة الطيب صالح،
أصبحت يعني قريبا جدا منه. نعم. ويكفيني شيء، مرة واحدة سألوه عنه، نعم. قالوا لي بأنه ما سر علاقتك مع فلان كذا كذا، قال هو ابني الروحي. نعم. بهذا التعبير أنا لو لم يقال في حق أي شيء غير هذه الجملة تكفيني. فبدأت ألح عليه في كتابة سيرته. فهو كان رأيه، قال لي أنا كتبت كلمتين عجبوا الناس، فأنا لست كاتب. يعني هذا كان تواضع كبير جدا. الرواية التي ترجمت ل 37 لغة، الرواية العربية. نعم. فهي هذه أصبحت هي العلاقة كذا. وأتذكر بأن كتب في مجلة المجلة يعني مقال عني وعن أسرتي، ويكفيني بأن قال كلمة يعني وصف من كلمتين، قال إنه صحفي موهوب. هذه تكفيني. نعم. نعود إلى المغرب. نعم. في حديثنا قبل ما نبدأ تصوير هذه الحلقة المتميزة معك سي طلحة، يعني حدثتنا عن كثير من العلاقات مع مجموعة من الشخصيات، مع مجموعة من الأسماء، سواء في عالم السياسة أو في عالم الصحافة. وأبدأ بعلاقتك ربما كانت متميزة مع الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني يا سي طلحة. نعم. أنا فخور جدا أولا بهذه العلاقة. نعم. لأنه قدرني في أكثر من مناسبة. ويعني أقول بكل موضوعية شيئين، والمغرب كلهم يعرفهم. أعطاني الفرصة ليحاوره 3 مرات. نعم. وهذه في حد ذاتها كانت إشارة، يعني إشارة بالنسبة لي وشرف كبير. الأمر هو مفرد بينك وبين الملك الحسن الثاني. هو حضروا رئيس تحريف، رؤساء تحريف، ولكن أنا الذي حاورت. أنت اللي حاورت. نعم. الأمر الثاني الذي كنت أيضا يعني أشكر فيه بصراحة بكل فخر، كان في الندوات الصحفية دائما يعطيني الكلمة أنا أول واحد. واعتدت أن أشكره باللقاء كذا. إضافة إلى ذلك كانت هناك شيء آخر من أنا أعتبره من أكبر تقدير بالنسبة لي، هو أن يكلفني بمراجعة كتاب ذاكرة ملك بعد ترجمته من الفرنسية. وهذه المراجعة جعلت علاقتي معه وطيدة، لأنه كنت أقرأ عليه ما الأشياء. وكلفني بطباعة الكتاب، وطبعته في إسبانيا كان. إضافة إلى ذلك قال لي، يعني بعد أن جئت بالنسخة، قال لي جملة لن أنساها. قال لي ملك المغرب والمغرب لن ينسوا لك ما قمت به. وأنا أطلب منك يعني قال لي يعني أتصور معك صورة لم أتصورها مع أي صحفي. وأريدك، وليتينا الصورة. وهي هذه الصورة يحمل الصحيفة التي كنت أعمل بها، اللي هي كانت إحدى الصحف مجموعة الشرق الأوسط. الأكثر من ذلك قال لي بأن أريدك أن تدور هذا المغرب في أي مؤسسة وتدرسهم الصحافة. وها أنا ذا الآن تنظر الآن في هذه اللحظة أنا الآن أدرس في 7 مدن. فقط أنا بدأت معك هذا الحوار لأن عندك علاقات كثيرة، ذكرتينا بمجموعة من السياسيين، مجموعة من الأسماء الكبيرة. يطول الحديث مع يعني سي طلحة. الآن أنت تدرس كما قلت الصحافة، يعني والآن مع هذه منصات التواصل الاجتماعي وهذا، شنو نصيحتك الذي يريد أن يكون صحافيا في المستقبل؟ وتكلمتي على الموهبة الآن كما قال الطيب صالح. نعم. أنا أقول بأنه هناك 4 صفات يجب أن يتصف بها من يريد أن يكون صحفيا. نعم. أولا أن يكون محايدا. الحياد، لا أقول بأن القيم والمبادئ أو شيء من هذا القبيل، ولكن أي واحد له ميولات مع ويعني وأفكاره ونظرته ووجهة نظره يضعها جانبا ويمارس الصحافة بحياد وموضوعية. الموضوعية تقتضي بأنك حتى لو كان الكلام لا يتسق مع أفكارك أو المادة الصحفية خصك تكتبها. المسألة الأخرى وهي النزاهة. أنت لست ضد أحد إذا كنت تريد أن تصبح صحفي، ولست أنت مع أحد. أنت مع المتلقي، قارئا
مستمعا أو مشاهدا، يجب أن تكون مع هذا وليس مع فلان أو ضد فلان. المسألة الأخرى النزاهة، وفي هذا المجال بقول بكل موضوعية لا يوجد صحفي يمكن أن يحمل هذا اللقب وهو يتقبل سواء كان مالا أو حتى هدايا عينية. يجب أن يبقى الصحفي تماما فوق أي الشبهات. مسألة أخرى، أنا أدرس في خاصة في الصحافة الاستقصائية، والصحافة الاستقصائية بدأت في أمريكا، الانفستيجيتيف جورناليزم، وكل الذين مارسوها قتلوا. هؤلاء الذين تركوا لنا هذا التراث ديال هذا. وماذا تعني الصحافة الاستقصائية؟ الصحافة الاستقصائية تعني البحث ليس عن المعلومة ولكن عن الحقائق وتقديم هذه الحقائق. فإذا كان أي أحد يجب أن يمارس هذه المهنة يضع في ذهنه أنه ممكن يضحي بحياته من أجل المهنة، فالمهنة سترحب به. هذا هو. هذا ذلك يعني على سبيل المثال، حتى لا يقال بأنه كلام يعني على عواهنه، أنا غطيت جميع حروب إفريقيا وذبحوا قدامي أشخاص وعندي الصور. فظيع. يعني ذبحوهم ذبحا، كان هذا في حرب رواندا على سبيل المثال. غطيت وتعرضت لمخاطر لا أول ولا آخر. وكان الذي يعني فعلا أرخ لهذه مصور معايا، ومن المصادفات أنه هذا المصور من الغرب، من مدينة القنيطرة، والله يرحمه توفى، عبد اللطيف الصباري. فهو كان معي وترك لي هذا التراث من الصور التي تبين هذا الأمر. فأنا بالنسبة لي من يريد أن يكون صحفيا يجب يعني يتمثل هذه القيم وهذه المبادئ. ولذلك أنا أعتبر بأنه بما أن هذه الأشياء الإعلام بصفة عامة تراجع ليس لأن الناس لا يحتاجون إلى الإعلام، ولكن تراجع لأنه مستوى الصحفيين تراجع، لا فيما يتعلق بالقيم ولا في المبادرة أو شيء. أنت سي طلحة تسطر على مسألة القيم في العمل الصحفي. بالأكيد. كيف ذلك سي طلحة؟ أنا بالنسبة لي هذه القيم، أنا أقول أنا لا أملك الحقيقة ولكنني أبحث عنها، وإذا وصلت إلى هذه الحقيقة فسأنشرها. سألتني عن الملك الحسن الثاني الله يرحمه، من بين الأشياء التي سأعرضها عليها في المداخلة هذه موضوع طلب الملك الحسن الثاني أن لا يكتب عنه، وسأشرح لماذا. ولكن أنا كتبت عنه. وذيك الوقت كنت مفكر أقول بأنه هل أضحي بعلاقتي مع الملك ولا أضحي بسمعتي كصحفي؟ واخترت أن لا أضحي بسمعتي كصحفي، ولكن الملك الحسن الثاني يشهد الله قبل مني هذه المعالجة، لأن جبت الحقيقة كاملة، وعندما أشرح سيعرف الناس ما هو الموضوع. سي طلحة، عندما ربطت بك الجمعية الاتصال قبلت الفكرة بأريحية يعني كبيرة وبدون تردد. ما مرد ذلك بهذا الترحاب الكبير، وقبلت على الفور أن تأتي في هذا الجو الماطر أيضا، ونحن كنا ننتظر أن تعتذر لنا وتقول مثلا الجو غير مناسب، فإذا بي فاجأتنا وهذه المدة كلها وانت كتصل بنا وكتقولنا أنا سأحضر إلى مدينة بشرى بالقصير. نعم، أنا أقول لك بكل موضوعية، أنا هذه الجمعية سمعت بها، وهذو ناس بالنسبة لي يعملون متطوعين في خدمة المجتمع الذي ينتمون إليه، وهو المجتمع هذه المدينة مشرع بالقصير. فيشرفني إنني أدعم هذا العمل بهذا الجانب المعنوي، وليس لو كانت عندي أموال كنت تبرعت لكم. ولكن هذا الحديث الآن ديالك السي طلحة يحيلني على مسألة، على أنه الآن كثير من الأصوات مرات تخرج وتبخس العمل الثقافي وتقول ما جدوى العمل الثقافي الآن، ما جدوى القصة القصيرة، ما جدوى الشعر، ما جدوى السينما، ما جدوى هل المجال الثقافي والمجال الإبداعي ما زال الإنسان محتاج لها سي طلحة؟ هناك جانبان فقط، عنصران فقط في جميع المجتمعات هي التي تخلق الوعي. ما هي
وسائل الإعلام من جهة، وهؤلاء الجنود الخفاء المتطوعين الذين يعملون في جوانب متعددة تهم مجتمعاتهم. هؤلاء هم الذين يخلقون الوعي. الوعي لا تخلقه لا مدرسة ولا جامع، وأنا أقول هذا وأنا أستاذ جامعي، ولا أكاديمية ولا أي شيء. الوعي يخلقه هؤلاء المتطوعون بوقتهم وبمالهم وبالكثير بتضحياتهم، والإعلام إذا كان فعلا الإعلام الذي يبحث عن الحقيقة ويقدمها للمتلقي. سي طلحة، الآن ناخذ معك جانب آخر، سمح لنا على هذا لا تفضل. على هذا التعب، ربما عاد جيتي من السفر. لاحظت والتقيت بك أنا يعني في واحد اللقاء نظمته الإذاعة الوطنية بمناسبة تتويج رياضي 2024. ولمست من خلال ذاك اللقاء، كنا تواجدنا في فندق أحد الفنادق في مدينة الرباط، ولاحظت عندك واحد العلاقة كبيرة مع الصحافة الرياضية، بخصوص الصحافة الرياضية، وعرفت أنك عندك شغف بالرياضة المغربية والرياضة عموما. سي طلحة، حدثنا على هذا الجانب هذا. والله أنا شخصيا بكل يعني بشكل واضح أنا مهتم بكرة القدم، وأتابع كرة القدم، بل ربطتني علاقات مع يعني بعض الرياضيين، خاصة على مستوى المنتخب المغربي، يعني علاقات معرفة وود وذلك. ومن هنا كان اهتمامي بالرياضة بشكل عام. وأنا أعتقد بأنه في الرياضة في شيئين، هناك تربية بدنية وفي نفس الوقت تربية اجتماعية. فأنا يعني هذا هو موقفي، أو بالأحرى هذا هو مبعث اهتمامي بالرياضة. ونعرف أنك شو الفريق ديالك العالمي المفضل، النادي المفضل؟ ما عندكش الثنائية ديال ريال مدريد برشلونة؟ لا أنا شخصيا صراحة في عندي يعني فريق في المغرب وفريق في السودان. شو الفريق، المريخ ولا الهلال؟ أنا من المريخ. يعني عندكم الثنائية المريخ والهلال. وفي المغرب كنتكلموا على الوداد، الرجاء تقريبا. لا أنا أتعاطف مع الرجاء. تعاطفين بحالي رجاوي، وهذا شيء جميل جدا سي طلحة. يعني نعطيك بعض الأسماء أيضا في المغرب. تكلمنا على طلحة جبريل، أيضا أثارني أنك كتبت ربما سيرة ذاتية عن الأديب المغربي محمد شكري. نعم. تكلمنا على هذا، وماذا شنو اللي جرك في محمد شكري؟ طيب. نعم. أنا اللي صراحة جذبني في محمد شكري هو أولا شجاعته وجرأة. وأنا الكتاب سميته محمد شكري جرأة الحياة. عاش حياته كما يريد وقال ما يريد. نعم. وأتذكر بأنه يعني واقعة أن كتبت عليه عندما تقاعد من التعليم وكذا، وقلت بأنه هذا أحسن سفير، أفضل سفير للمغرب. لماذا؟ لأنه الخبز الحافي قيل ما فيها ما قيل، ولكن نشرت الآن ب37 لغة. طيب هذا الرجل الذي عرف بالمغرب في العالم كله ب37 لغة، لذلك ربطتني معه المودة والاحترام لقاءات معه لا، كنت أتلاقاه باستمرار، وفي بعض الأحيان أحمل نفسي أسافر إلى طنجة لأقضي بعض الأيام، وهو أحيانا يجي إلى الرباط. صديقي من القريبين جدا. وسأروي رواية. كان هناك في مرة من المرات 2 من الآن أصبحوا يعني في مواقع متقدمة، مستشارين وكذا، طلبوا مني، قالوا لي بأنه يعني نريد أن نتعشى مع محمد شكري ونسمعه وكذا. فاقترحت عليه هذا الاقتراح، فمشى وقال لهم هم يعني يشغلون مناصب عليا أو مرموقة. فقال لهم أنا لا أعرفكم ولكن أعرف هذا. فمن اللي قال لي بأنه هذا أصدقاء ناس كذا وكذا وكذا، أنا جيت في اسمه، وبالتالي دار واحد المسألة غريب، يعني الناس اللي يعرفوها عن قرب يعرفوها.
وصل في حالة، أنا أقول بأن حالة انبساط، فبدأ يأكل في الورد. نعم. ولذلك هو عنده كتاب اسمه مجنون الورد. وبعد ذلك انقلب رأسا على عقب فوق الطاولة التي كان فيها الأكل كذا، ورفع رجليه وكذا. فقال لهم بأنه أنا أمارس حريتي، أنا هكذا، لا في الكتابة ولا في الحياة، وبتلقائية. فحقيقة أنا أعتبر بأنه في بعض الأحيان أقول التالي، يعني على سبيل المثال الآن ذكرت ثلاثة، تكلمت على عبد الجبار السحيمي الله يرحمه، على محمد العربي المساري، على محمد شكري. هو سؤالي، شكون الأدباء الذين ترتاح أن تقرأ لهم سي طلحة من بعد محمد شكري؟ والله أنا صراحة قريت للجميع، ولكن يعني قريت لإدريس الخوري، وأتشرف يعني حتى نشرتها قبل فترة قريبة إنه طلب مني تقديم أحد كتبه. قريت لمحمد زفزاف، قريت لمبارك ربيع لأنه أستاذي درسني علم النفس في كلية الآداب، فقرأت لمحمد إبراهيم بعلو الله يرحمه وأيضا هو أستاذي. يعني الأسماء بلا حصر صراحة، الآن ربما الذاكرة. فبشكل أو بآخر ربطتني علاقات طيبة وودية. الآن أسأل، أقول بأن هذا الجيل معظمه رحمة الله عليهم. فأنا الآن بدأت أعيش الوحدانية الحقيقية. ودائما أقول لأبنائي، تقول لهم أنتم سافرتوا، كل واحد في مكان، فيهم 3 خارج المغرب. هل عندك من ابناء؟ أنا عندي 5 أبناء. عندي 3 بنات وولدين. كلهم في المغرب أو لا الآن كلهم 4 منهم خارج المغرب. فأقول لهم بأنه طيب أنا بدأت أشعر بهذه الوحدانية، لا من الناس المجتمع الذي كنت أنا عايش في وسطه في الصحافة وفي الأدب وكذا، ولا من الجانب الأسري. فأصبح عندي إشكال، هو أن أغلب وقتي لوحدي، والأنيس لي هو الكتاب والكتابة. الآن يعني القراءة ضرورية ربما عند الصحفي خصو يكون قارئ. أنا بالنسبة لي الصحفي يعني أنا أقول بأن وصلت 200-300 ألف كتاب مثلا، ولكن الصحفي لا يقرأ، لن يستطيع أن يمارس ولن يكتب. من يريد أن يكتب يجب أن يقرأ. هذه معادلة بسيطة ولكنها دالة. حدثتينا على مجموعة من الأدباء، وشكون الصحفي اللي قراب ليك واللي كتبغي تقرأ يعني المسائل ديالهم السي طلحة؟ صراحة غادي نقول لك بكل موضوعية، كنت أقرأ طبعا لعبد الجبار السحيمي الله يرحمه، مع محمد العربي المساري. عدا ذلك قراءات يعني متقطعة يعني كبار. يعني نتكلم على يعني على سبيل المثال، مثلا واحد في حال المريني كنت أقرأ له، لكنه توقف يعني وابتعد عن فهذا كالجيل في تقديري يعني جيل نجوم كان صراحة. كانوا جيل نجوم. يعني على سبيل المثال انت ذكرت الرياضة، من الآن يكتب في مستوى نجيب السلمي؟ من؟ لا يوجد. بكل موضوعية لا يوجد في الأوبينيو. بالنسبة للعالم، يعني لو نتذكر الأسماء، المحرر نتذكر الأسماء بكل موضوعية، يعني الأمور تغيرت تماما. في الصحافة الفرنسية ما يزال هناك الذين يكتبون بشكل جيد، ولكن في الصحافة العربية سواء كان يتعلق الأمر بالإذاعة ولا بالتلفزيون ولا بالصحف الورقية ولا الإلكترونية لا أرى فيه. سي طلحة، كنا سعداء جدا بارك الله فيك هذا الحوار التلقائي والعفوي معك، واللي جاء كما قلت في البداية على خلفية استضافتك من طرف جمعية نجم أحمر مساء هذا اليوم في لقاء الشبكات الاجتماعية ما لها وما عليها. أترك لك كلمة أخيرة سي طلحة.
للمشاهدين الكرام. والله أنا سعيد جدا في أن صراحة يعني في هذا الحوار الذي فيه بوح. نعم. وكانت أسئلتك يعني فعلا أسئلة محفزة ل يعني الحديث. وأقول بأنه من هذه المدينة يعني الذي بدأت لي مدينة تحتفظ بأسرارها، وأنا أريد أن أكتشف أسرارها. فأقول للمشاهدين دعواتكم معي لأعرف خبايا هذه مشرع بلقصيري، وبالتالي أكتب عنه. وهذه صراحة رغبة عندي. شكرا سي طلحة، كنا سعداء جدا باستضافتك في هذا اللقاء. مشاهدي الكرام، أنتم أيضا الشكر موصول لكم. الشكر أيضا لزميلي محسن غرين الذي كان معي في التصوير، وهذا بن عيسى الشيب يحييكم معد ومقدم هذا اللقاء. إلى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله.